كنرحبوا بكم جميع الزميلات والزملاء اللي شاركتونا اليوم. شكرا جزيلا على التشريف ديالكم. اليوم ان شاء الله ندوة صحفية بخصوص المهرجان الدولي للسينما والهجرة في نسخته رقم 12. كنتمنى ان شاء الله هذه الندوة هذه تكون واحد الجسر ديال التواصل ما بين إدارة المهرجان والساكنة بطبيعة الحال الجهة الشرقية كاملة. كنقدم لكم دكتور مصطفى طايل، هو عضو في إدارة المهرجان، هو النائب الأول لرئيس جمعية التنمية والتضامن. هذه الجمعية هي اللي يعني كتكلف بهذه الإديسيون ديال دورة 12 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة. الأستاذ عبد اللطيف الدريفي هو رئيس جمعية التنمية والتضامن. نقدم نفسي وفاء الإدريسي، عضوة في إدارة المهرجان وكذلك النائبة الثانية لرئيس الجمعية. السي حمد مساعد بطبيعة الحال مكلف بالإعلام. كنرحبوا بكم جميع، والجلسة إن شاء الله كانت ستكون. نشكر يعني الأخوة والأخوات الحاضرين معنا اللي كيمثلوا يعني المنابر الإعلامية، سواء كانت الإلكترونية أو المكتوبة. حنا هذا اللقاء هذا وهذه الندوة الصحفية انها باش نتواصلوا مع الاعلاميين في اطار فعاليات المهرجان الدولي للسينما والهجرة اللي كتنظمو جمعية التضامن للتنمية والهجرة في دورته 12 تحت شعار السينما وحقوق المهاجرين. نشكركم مرة ثانية. على أساس غادي الإطار اللي غادي نقدروا نتكلموا فيه في هذا اللقاء هذا هو البرنامج العام لهذه الدورة هذه. جمعية يعني هذه سنوات يعني كتشتغل على ظاهرة الهجرة والمهاجرين من خلال الفن. الأهداف ديال المهرجان يعني واضحة، كنعالجوا ظاهرة الهجرة والمهاجرين من خلال السينما. وكما يعلم الحاضرين المهرجان هو مركب، كنشتغلوا على يعني كنقولوا الهجرة المهاجرين كنشتغلوا على مغاربة العالم الشق الأول، والشق الثاني كنشتغلوا على المهاجرين. عبد اللطيف الدريفي، رئيس جمعية التضامن للتنمية والهجرة المنظمة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة. احنا في إطار فعاليات المهرجان الدورة 12 تحت شعار السينما وحقوق المهاجر. بالنسبة لهذه السنة هذه غادي يعرف يعني واحد المجموعة ديال الأنشطة يعني في إطار البرنامج اللي سطرناه لهذه السنة هذه. الجديد في هذه الدورة هو يعني تشجيع السينما المغربية التي ناقشت أو يعني عالجت هذه الظاهرة هذه ديال الهجرة والمهاجرين. بالنسبة للبرنامج العام غادي يكون كما يعني يعرف الجميع، غادي يكون هناك 3 ديال الورشات اللي غادي يستافد منها الطلبة ديال جامعة الملك الأول، والباب مفتوح ماشي غير الطلبة، يعني الباب مفتوح لجميع المهتمين بالمجال السينما. غادي يكون 3 ديال الورشات اللي غادي يأطرها واحد المجموعة ديال المخرجين في هذا الإطار هذا. كذلك هناك يعني مسابقتين رسميتين اللي غادي تكون في يعني في إطار البرنامج، مسابقة خاصة بالأفلام الطويلة اللي كتكلم على ظاهرة الهجرة والمهاجرين، ومسابقة ثانية اللي هي أفلام مسابقة في الأفلام القصيرة اللي كنخليوها مفتوحة باش نقدروا نستقبلوا واحد المجموعة ديال الأفلام. بالنسبة للندوة لهذه الدورة هذه غادي تكون يعني في عندها علاقة بالشعار اللي رفعنا لهذه السنة، هي الهجرة وحقوق الإنسان، اللي غادي تكون في جامعة محمد الأول، اللي غادي يأطرها واحد المجموعة ديال الدكاترة وديال الباحثين من يعني المغرب ومن خارج المغرب، ممكن يكون خارج المغرب يعني من مغاربة العالم. كذلك هناك يعني 3 دروس ماستر كلاس اللي غادي نتكلموا على العلاقة ديال السينما والهجرة، السينما والأداء يعني من ناحية يعني التأثير النفسي، كذلك الهجرة والهجرة الإفريقية. وغادي تكون كذلك تكريمات لهذه الدورة هذه اللي اقتصرنا على 3 ديال الفنانين يعني من مغاربة العالم وكذلك من خارج الوطن. وكذلك يعني هناك تكريم دولي المخرج الفرنسي باتريك أتالي. ونتمنى يعني هذه الدورة هذه إن شاء الله يعني هذا يعني واحد
يعني باش يكون الجمهور حاضر معنا ان شاء الله في هذه الفعاليات، هذا الافتتاح. وما نتمناوش يعني غير يكون الحضور في الافتتاح، يكون طيله يعني البرنامج، باش لان هذا البرنامج هو موجه للجمهور. نتمنى ان شاء الله يعني يكون حاضر معنا في جميع الفقرات. وفي اخيرا كنشكر يعني جميع المنابر، الاعلاميه، سواء المكتوبه سواء الالكترونيه سواء البصريه، اللي كتساهم معنا يعني كطيله يعني الايام ديال المهرجان. ونتمنى التوفيق للمدينه ديالنا ان شاء الله. وشكرا. الله يبارك فيك.